تخيل معايا لو يوم صحيت ولقيت الله أكبر بتتقال من منابر الشام ومكة والمدينة، بس مش في عهد السلطان العثماني، لا، في عهد الخديوي المصري. لو كنت فتحت الخريطة ولقيت إن مصر مش دولة منغلقة بين حدودها، لكنها إمبراطورية عظيمة بتمتد من قلب اسطنبول لحد منابع النيل. لو كان الجيش المصري هو السيد في البحر الأحمر وساحل الشام والأناضول ومحدش يقدر يوقفه، لا سلطان ولا ملك ولا حتى أوروبا نفسها. ماذا لو ما كانش الغرب اتدخل؟ ماذا لو محمد علي كمل مشروعه للآخر؟ كان زماننا دلوقتي فين؟ وكان شكل العالم العربي عامل ازاي؟ النهارده في أصل الحكاية هنغوص في واحدة من أكتر الفرص التاريخية اللي ضاعت من بين إيدينا. هنتخيل ونحلل ونفهم إيه اللي كان ممكن يحصل لو محمد علي حكم العالم العربي فعلا. وارجع معايا كده بالزمن علشان نفتح صفحة ما اتكتبتش بس كان ممكن تغير التاريخ كله. Let's go! تخيل معايا سنة 1839 محمد علي باشا واقف على عتبة المجد بعد ما خلى الدولة العثمانية تركع قدامه، والجيش المصري وقتها كان ممتد من أقصى حدود مصر جنوبا لحد قلب الشام والأناضول، والعلم المصري بيرفرف على مدن زي حلب ودمشق والمدينة المنورة وجدة، وحتى أدنى في جنوب تركيا. أوروبا كلها كانت مرعوبة، بس خلينا نرجع ورا شوية نشوف الحكاية بدأت إزاي وكانت رايحة على فين، وماذا لو ما كانتش أوروبا قطعت عليه الطريق. محمد علي ما كانش حاكم عادي، الراجل كان بيفكر بعقلية إمبراطورية. أول ما استقر في حكم مصر سنة 1805 بدأ يشيل الطبقة اللي كانت بتتحكم في مفاصل البلد واللي هي المماليك. مذبحة القلعة سنة 1811 ما كانتش مجرد مشهد دموي، دي كانت إعلان عن ميلاد دولة جديدة. أول حاجة عملها كانت بناء جيش حديث، استخدم خبراء من فرنسا وبدأ في تأسيس مصانع سلاح وورش حربية. سنة 1831 لما بعت الجيش بقيادة ابنه إبراهيم باشا عشان ياخد الشام من الدولة العثمانية، الجيش المصري كان أقوى جيش في الشرق الأوسط، انتصر على العثمانيين في معارك زي كونية واللي فيها هزم الجيش العثماني الرئيسي، وكمان أسر القائد بتاعه. إبراهيم باشا وقتها بقى على بعد أيام من دخول اسطنبول نفسها، لكن أوروبا وقتها دخلت على الخط. روسيا وبريطانيا والنمسا وفرنسا كلهم قرروا إن ما ينفعش مصر تبقى القوة الأكبر في المنطقة. ليه؟ لأن ده كان هيهدد توازن القوى العالمي. لو محمد علي سيطر على الدولة العثمانية وبقى عنده مضايق البوسفور والدردنيل وممكن يقفلها في وش أوروبا كلها، غير إنه لو سيطر على شبه الجزيرة العربية والشام هيبقى ماسك مفاتيح التجارة والطريق للهند. التدخل الأوروبي حصل فعلا سنة 1840. بريطانيا والنمسا بعتوا أساطيلهم للبنان والسواحل السورية وقصفوا المدن وساعدوا العثمانيين عسكريا. الشعب في الشام كان بيحب المصريين، لكن قوة السلاح قلبت الترابيزة. إبراهيم باشا اضطر إنه ينسحب، ومحمد علي قبل بشروط معاهدة لندن سنة 1840 واللي أجبرته يتنازل عن الشام وكل الأراضي اللي ضمها مقابل إنه يفضل حاكم مصر. هنا بقى السؤال، ماذا لو التدخل الأوروبي ده ما حصلش؟ إيه اللي كان ممكن يحصل؟ لو كان محمد علي كمل مشروعه كان ممكن الدولة العثمانية تقع تماما ويتأسس مكانها دولة جديدة عاصمتها اسطنبول، بس بجيش مصري وإدارة مصرية. يعني ببساطة كانت مصر هتحكم العالم العربي من تركيا لحد السودان. السودان أصلا محمد علي ضمها سنة 1820 وأسس هناك مدن كتير، بنى طرق وأسواق، وكان بيخطط يوصل لعمق أفريقيا علشان يسيطر على منابع النيل. لو المشروع كمل كان هيحصل تغير رهيب في الجغرافيا والسياسية. الدولة الجديدة كانت هتبقى عندها موارد ضخمة، القطن من مصر، الخشب من الشام، الذهب من السودان، الحجاز والمدينة ومكة بأهميتها الدينية، واسطنبول كميناء استراتيجي في البحر الأسود. كان ممكن يبقى في خط سكة حديد يربط بين اسطنبول والقاهرة وبيروت والخرطوم. التجارة هتتجمع تحت راية واحدة. كان ممكن يبقى في اتحاد اقتصادي عربي قبل ما أوروبا نفسها تفكر في الاتحاد الأوروبي. ومن الناحية العسكرية الجيش المصري كان هيتطور أسرع، لأن كان بيصنع أسلحته وعنده مدارس عسكرية وكان بيبعت بعثات لفرنسا وإنجلترا علشان يتعلموا فنون الحرب. سنة 1833 مثلا كان في بعثة طبية راحت فرنسا وتعلموا الجراحة وطب العيون ورجعوا أسسوا أول مدرسة طبية حديثة في مصر. كمان كان هيبقى في نظام تعليمي موحد مبني على الترجمة والمعرفة بدل الطرق التقليدية اللي كانت في الدولة العثمانية. النهضة الفكرية اللي حصلت بعد كده في عهد إسماعيل كانت هتحصل قبلها ب 30 سنة على الأقل، لكن الأخطر هو التغيير في موازين القوى بين الشرق والغرب. لو مصر سيطرت على الدولة العثمانية كانت هتمنع أوروبا من التدخل في الشأن العربي بسهولة. كانت هتسيطر على قناة السويس اللي اتفتحت سنة 1869، ومش هتسيب الإنجليز يدخلوا ولا يحتلوها سنة 1882. يعني ببساطة كان الاستعمار الأوروبي في العالم العربي كله ممكن يتأخر أو ممكن ما يحصلش خالص. الاستعمار الفرنسي للجزائر اللي بدأ سنة 1830 كان ممكن يتقابل بموقف مصر قوي، والاحتلال البريطاني للهند كان ممكن يتقطع عنه الطريق، لأن مصر وقتها كانت بتتحكم في البحر الأحمر. حتى مشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين اللي بدأ ياخد خطواته مع نهاية القرن ال19 كان ممكن يواجهه جيش قوي ودولة موحدة مش دول ضعيفة. ومين عارف كان ممكن الخلافة تتنقل لمصر بدل ما تنتهي تماما.
ممكن كان يبقى في حاجة شبه الولايات العربية المتحدة أو الإمبراطورية الشرقية الحديثة، لكن للأسف التاريخ اختار طريق تاني. بريطانيا وفرنسا والنمسا وروسيا قرروا يحطوا نهاية للحلم ده، ومحمد علي اضطر يقبل بحكم مصر بس بشرط إنه ما يمدش نفوذه براها. وفضلنا بعد كده نعيش في واقع تاني، واقع مفهوش وحدة ولا قوة ولا مشروع قومي حقيقي. بس السؤال دايما يفضل: إيه اللي كان ممكن يحصل لو كان الغرب ما اتدخلش أو محمد علي كمل مشروعه، لو مصر كانت بقت قوة عظمى من أيام القرن ال19؟ الحقيقة إن أصل الحكاية مش دايما بيكتبها المنتصر، أحيانا بتتكتب في الكواليس بين بنود المعاهدات. ودي كانت واحدة من الحكايات اللي ما حصلتش بس كان ممكن تغير التاريخ كله. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة لو عجبتك الحكاية، واكتب لي في التعليقات تحب ماذا لو الجاية تكون عن إيه.